راجع اشرح لكم عن بعض التفاصيل عن مخطط مبرمج بخصوص اسرائيل. هي اللي صنعت مشاكل بين السنة والشيعة. اسرائيل هي اللي زرعت فتن بين المسلمين يردون الدين انتيعة، غايتهم يشوهون الدين الاسلامي. وفعلا جاي اشوفكم موقف دامي. يا مسلم كيف ترضى على النفاق؟ يا مسلم وين مكارم الاخلاق؟ الحلول الوحيدة اللي نملكها ضعفت كنا نطلب الرحمة من عالم بشرة باغلاق ابوابه في وجوهنا لان افتقدنا الاعراق. كلمة للشعب السوري ما حسدتوا شنو صار بينا ب 2003، ما حسدتوا للفتنة ومن قسوة اللي عشناها ومن دماء شفناها وبالاخر ما شفنا عمار. سبب اليهود انت تدري وانا ادري، من يوضح حد من يوضح حل هالموضوع نفس صبرك وصبري. اصحوا يا عربي لما تغافلين، العقول انتمت لزمرة الشياطين. ضافت نفوسكم لبنت الاحسان، خلي الايمان بقلوب المسلمين. اصحوا يا عربي لما تغافلين، العقول انتمت لزمرة الشياطين. ضافت نفوسكم لبنت الاحسان، خلي الايمان بقلوب المسلمين. منظمة وكلكس تتعقب تسريبة وثائق ضخمة، وثائق ضد الماسون لتخريب عقول البشرية وتشوه السلام اسمه. مهمتها الأساسية فضح الأنظمة القمعية والمسلم ما بينهم غشي معمى. أمريكا خطتهم باينة، خطط مترتبة واللي طبقوها زمرة خاينة. والعرب كأنهم ما يشاهدون مآسي أو ظلم بالمسيكة. وصلوا المرحلة يتحكمون بعقل باطل لسان، غايتهم تفكيك المذاهب مهمتهم تسويد الألوان. في أعضاء عرب معتبرين الماسون منظمة أخوة، لكنهم مغفلين فكرين نفسهم على ممرين بغفوة التحكم بالعقول. هذه هي غايتهم التحكم بالعقول، هذه واضحة فكرتهم. احنا بياديهم كلعب الشطرنج، يتحكمون بطرق عدة بعقولنا كأنهم ضاربين. يا عربي لما تغافلين، العقول انتمت لزمرة الشياطين. ضافت نفوسكم لبنت الاحسان، خلي الايمان بقلوب المسلمين. اسرائيل أنا راجع أشرح لكم عن بعض التفاصيل عن مخطط مبرمج بخصوص إسرائيل. هي اللي صنعت مشاكل بين السنة والشيعة. إسرائيل هي اللي زرعت فتن بين المسلمين يردون الدين انتيعة، غايتهم يشوهون الدين الإسلامي. وفعلا جاي أشوفكم موقف دامي. يا مسلم كيف ترضى على النفاق؟ يا مسلم وين مكارم الأخلاق؟ الحلول الوحيدة اللي نملكها ضعفت كنا نطلب الرحمة من عالم بشرة باغلاق ابوابه في وجوهنا لان افتقدنا الاعراق. كلمة للشعب السوري ما حسدتوا شنو صار بينا ب 2003، ما حسدتوا للفتنة ومن قسوة اللي عشناها ومن دماء شفناها وبالاخر ما شفنا عمار. سبب اليهود انت تدري وانا ادري، من يوضح حد من يوضح حل هالموضوع نفس صبرك وصبري. اصحوا يا عربي لما تغافلين، العقول انتمت لزمرة الشياطين. ضافت نفوسكم لبنت الاحسان، خلي الايمان بقلوب المسلمين. اصحوا يا عربي لما تغافلين، العقول انتمت لزمرة الشياطين. ضافت نفوسكم لبنت الاحسان، خلي الايمان بقلوب المسلمين. منظمة وكلكس تتعقب تسريبة وثائق ضخمة، وثائق ضد الماسون لتخريب عقول البشرية وتشوه السلام اسمه. مهمتها الأساسية فضح الأنظمة القمعية والمسلم ما بينهم غشي معمى. أمريكا خطتهم باينة، خطط مترتبة واللي طبقوها زمرة خاينة. والعرب كأنهم ما يشاهدون مآسي أو ظلم بالمسيكة. وصلوا المرحلة يتحكمون بعقل باطل لسان، غايتهم تفكيك المذاهب مهمتهم تسويد الألوان. في أعضاء عرب معتبرين الماسون منظمة أخوة، لكنهم مغفلين فكرين نفسهم على ممرين بغفوة التحكم بالعقول. هذه هي غايتهم التحكم بالعقول، هذه واضحة فكرتهم. احنا بياديهم كلعب الشطرنج، يتحكمون بطرق عدة بعقولنا كأنهم ضاربين. يا عربي لما تغافلين، العقول انتمت لزمرة الشياطين. ضافت نفوسكم لبنت الاحسان، خلي الايمان بقلوب المسلمين. اسرائيل أنا راجع أشرح لكم عن بعض التفاصيل عن مخطط مبرمج بخصوص إسرائيل. هي اللي صنعت مشاكل بين السنة والشيعة. إسرائيل هي اللي زرعت فتن بين المسلمين يردون الدين انتيعة، غايتهم يشوهون الدين الإسلامي. وفعلا جاي أشوفكم موقف دامي. يا مسلم كيف ترضى على النفاق؟ يا مسلم وين مكارم الأخلاق؟ الحلول الوحيدة اللي نملكها ضعفت كنا نطلب الرحمة من عالم بشرة باغلاق ابوابه في وجوهنا لان افتقدنا الاعراق. كلمة للشعب السوري ما حسدتوا شنو صار بينا ب 2003، ما حسدتوا للفتنة ومن قسوة اللي عشناها ومن دماء شفناها وبالاخر ما شفنا عمار. سبب اليهود انت تدري وانا ادري، من يوضح حد من يوضح حل هالموضوع نفس صبرك وصبري. اصحوا يا عربي لما تغافلين، العقول انتمت لزمرة الشياطين. ضافت نفوسكم لبنت الاحسان، خلي الايمان بقلوب المسلمين. اصحوا يا عربي لما تغافلين، العقول انتمت لزمرة الشياطين. ضافت نفوسكم لبنت الاحسان، خلي الايمان بقلوب المسلمين.
متضمج بوتلكس تتعقب تسريبة وثائق ضخمة، وثائق ضد الماسون لتخريب عقول البشرية وتشوه السلام اسمه. مهمته الأساسية فضح الأنظمة القمعية والمسلم ما بينهم غشي معمى. أمريكا خططهم باينة، خطط مترتبة واللي طبقوها زمرة خاينة، والعرب كائنهم ما يشاهدون مآسي أو ظلم بالمسيكة. وصلوا المرحلة يتحكمون بعقل باطل لسان، غايتهم تفكيك المذاهب، مهمتهم تسويد الألوان. في أعضاء عرب معتبرين الماسون منظمة أخوة، لكنهم مغفلين فكرين نفسهم على ممرين بغفوة. التحكم بالعقول هذه هي غايتهم، التحكم بالعقول هذه واضحة فكرتهم، واحنا بياديهم كلعبة الشطرنج. يتحكمون بطرق عدة بعقولنا كأنهم ضربين بل يا عربي لما تغافلين. العقول انتمت في زمرة الشياطين، ضافت نفوسكم لبنت والإحسان، خلي الإيمان بقلوب المسلمين. إسرائيل أنا راجع أشرح لكم عن بعض التفاصيل عن مخطط مبرمج بخصوص إسرائيل. هي اللي صنعت مشاكل بين السنة والشيعة. إسرائيل هي اللي زرعت فتن بين المسلمين، يردون الدين انتيعة، غايتهم يشوهون الدين الإسلامي. وفعلا جاي يشوفكم موقف دامي. يا مسلم كيف ترضى على النفاق؟ يا مسلم وين مكارم الأخلاق؟ الحلول الوحيدة اللي نملكها ضعفت، كنا نطلب الرحمة من عالم بشرة بإغلاق أبوابه في وجوهنا لأن افتقدنا الأعراق. كلمة للشعب السوري ما حسدتوا شنو صار بينا ب 2003، ما حسدتوا للفتنة ومن قسوة اللي عشناها ومن دماء شفناها وبالآخر ما شفنا عمار. سبب اليهود انت تدري وندري، من يوضح حد من يوضح حل لهالموضوع نفخ صبرك وصبري. اصحوا يا عربي لما تغافلين، العقول انتمت في زمرة الشياطين، ضافت نفوسكم لبنت والإحسان، خلي الإيمان بقلوب المسلمين. اصحوا يا عربي لما تغافلين، العقول انتمت في زمرة الشياطين، ضافت نفوسكم لبنت والإحسان، خلي الإيمان بقلوب المسلمين. منظمة بوتلكس تتعقب تسريبة وثائق ضخمة، وثائق ضد الماسون لتخريب عقول البشرية وتشوه السلام اسمه. مهمته الأساسية فضح الأنظمة القمعية والمسلم ما بينهم غشي معمى. أمريكا خططهم باينة، خطط مترتبة واللي طبقوها زمرة خاينة، والعرب كائنهم ما يشاهدون مآسي أو ظلم بالمسيكة. وصلوا المرحلة يتحكمون بعقل باطل لسان، غايتهم تفكيك المذاهب، مهمتهم تسويد الألوان. في أعضاء عرب معتبرين الماسون منظمة أخوة، لكنهم مغفلين فكرين نفسهم على ممرين بغفوة. التحكم بالعقول هذه هي غايتهم، التحكم بالعقول هذه واضحة فكرتهم، واحنا بياديهم كلعبة الشطرنج. يتحكمون بطرق عدة بعقولنا كأنهم ضربين بل يا عربي لما تغافلين. العقول انتمت في زمرة الشياطين، ضافت نفوسكم لبنت والإحسان، خلي الإيمان بقلوب المسلمين. إسرائيل أنا راجع أشرح لكم عن بعض التفاصيل عن مخطط مبرمج بخصوص إسرائيل. هي